أسوأ قرار في تاريخ النادي الأهلي من وقت ما تم تأسيس النادي الأهلي من 1907 لحد 2024. أسوأ قرار في تاريخ النادي الأهلي هو ضم رضا عبد العال للنادي الأهلي، واحد من أسوأ الشخصيات اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي، ومن أسوأ الشخصيات اللي ارتدت تيشيرت النادي الأهلي العظيم. شخصية مليانة بالسواد والغل اتجاه النادي الأهلي، شخص ما يعرفش يعني إيه حق ولا يعرف يعني ايه ضمير. من دلوقتي يا جماعه انا بقول لكم مفيش احترام، مفيش تقدير، مفيش التزام بالادب اتجاه هذا الشخص، لانه هذا الشخص كان بيتنمر على اللاعبين ويتنمر على المدربين ويتنمر على الاداريين ولم يتم محاسبته. راجل فتنه ولم يتم محاسبته. فاحنا هنتعامل بنفس المنطق اللي ماشي بيه رضا عبد العال. موضوع انا خلاص انا همشي في الاتجاه ده، لانه هذا الاتجاه هو اللي يستحقه هذا الشخص. مبدئيا يا كابتن رضا، انت بتقول تاريخي 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 كلاعب، تاريخي كلاعب، محسسني انك ليونيل ميسي. جيت ادور على تاريخك اللي انت قرفتنا بيه، لقيت فين التاريخ؟ لقيتك لاعب مسيرتك الكرويه عاديه جدا. لعبت مع الزمالك 6 سنين، من 87 ل 93، 6 سنين في نادي الزمالك. حصلت على 3 بطولات دوري و2 كاس مصر وواحده افرو اسيوي. مع احترامي لحضرتك، فين المسيره في كده؟ طيب نشوف مسيرتك مع النادي الاهلي من 93 لحد موسم 98 99. خدت 5 دوري وكاس والبطوله العربيه والسوبر العربي. يعني حضرتك جيت النادي الاهلي عرفت يعني بطولات. ومن الاخر مسيرتك دي، مع احترامي لحضرتك، شيل مع احترامي لحضرتك دي خالص، مصطفى مخلوف حارس النادي الاهلي اللي لسه طالع اول امبارح، تلاقيه واخد 3 4 بطولات افريقيا و5 6 دوري ومش عارف 3 كاس و2 3 4 سوبر. فحضرتك دي مسيره مصطفى مخلوف عامل اكتر منها. اما بقى بالنسبه لمنتخب مصر، مسيرتك مع منتخب مصر زيرو. لعيب لا يذكر مع منتخب مصر. لعبت لك 3 4 ماتشات ما لهمش اي 30 لازمه. فانت حضرتك مسيرتك زيك زي اي لاعب عادي كويس. انت حضرتك تاريخك كله مبني على الترقصتين اللي انت كنت بتعملهم زمان. فتاريخ وتفضل تحكي لنا في تاريخك ومسيرتك، لا اركنها على جنب. انت مع احترامي لحضرتك، وشيلها مع احترامي لحضرتك دي، انت مالكش تاريخ كبير. يعني في حضرتك انفصام عند الكابتن رضا عبد العال لما يجي يتكلم عن فوز النادي الاهلي على مازيمبي، يقول لك نادي مازيمبي ده نادي ضعيف جدا، نادي ملوش اي 30 لازمه في افريقيا. مع انه نادي مازيمبي ده هو وصيف النادي الاهلي في بطولات دوري ابطال افريقيا. يعني تاني اكتر نادي حاصل على بطولات دوري ابطال افريقيا هو نادي مازيمبي، حصل على 5 بطولات افريقيا زيه زي الزمالك. يعني الثاني بعد النادي الاهلي. فحضرتك بتتكلم عن مازيمبي يعني التاريخ في دوري ابطال افريقيا، انه النادي الاهلي يكسب مازيمبي اللي مفيش نادي مصري بيعرف يكسبه. فانت حضرتك كده لا مؤاخذه يعني سوري، يعني انت السواد مليك يعني. ولما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك وعلى فوزه على نادي دريمز اللي هو اكاديميه من اكاديميات الكوره، لو انا لميت صحابي اللي بنلعب في حجوزات الكوره انا بقول لك هنكسب دريمز. لو احنا بعتنا الفريق الرابع للنادي الاهلي او ناشئين النادي الاهلي، انا بقول لكم والله ممكن الاهلي بناشئين النادي الاهلي والله يكسب دريمز. عن اي كره قدم تتحدثون يا جماعه؟ ده نفاق. عاوز تساوي مكسب النادي الاهلي على مازيمبي بمكسب الزمالك على دريمز. كلهم كده. حتى محمد صلاح الزملكاوي المدرب السابق لنادي الزمالك كان بيقول لك دريمز اقوى من مازيمبي. اللي هو انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ دي كوره؟ انتوا بتضحكوا على الناس والزملكاويه مقتنعين بالكلام العبط ده؟ ولا احنا عايشين مع مين يا جماعه؟ لا وبص برضو الانفصام اللي عند الكابتن رضا، بيقول لك محمد عبد المنعم على الاحتفال اللي احتفلوا، رغم ان هو ما كانش بيحتفل، هو كان مصاب على كلام الكابتن محمد عبد المنعم. قال لك الاحتفال ده لازم النادي الاهلي واداره النادي الاهلي يعاقبوه، يا اما هتبقى فضيحه في حق اداره النادي الاهلي. طيب يا كابتن، طب احتفال مصطفى شلبي؟ قال لك لا، انا ما شفتش الهدف الثالث وما شفتش احتفال مصطفى شلبي، ومش هقول كنت فين وقت الهدف. الله يا كابتن، والله يا كابتن. طب ممكن حضرتك انت ما عندكش باقه ممكن تتفرج على الاحتفال وتقول وجهه نظرك انما ما شفتش الهدف؟ انت حضرتك منافق، حضرتك انت ما عندكش ضمير ومدلس.